شوفوا لي البنه والتعسان. السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم دجاج روطي مع البطاطا غير في المقلاة. ليه يوجد وزيد بواحد لاماريناد بزاف هايله، والدجاج يجي طايب الزبده. هاد الوصفه لازم تجربوها، تجي ضربه في البنه. خليكم على الوصفه. بالنسبه للاماريناد عندي حوالي 6 سنات نتاع ثوم رابين، ورقه عرند، ملعقه صغيره نتاع السكر، التوابل نخليهم مكتوبين اسفل الفيديو. نحتاجوا طماطم مصبره، الهريسه، لا موطارد، الزيت، نحتاجوا عصير ليمون وشويه تاع الماء. راح نخليكم المقادير مضبوطه اسفل لا فيديو. نخلطوا مليح هذيك لاماريناد، ومن بعد نجيبوا فخيضه تاع الدجاج بعد ما شوتهم وغسلتهم مليح. راح نثقبهم بالموس وراح نمارينهم في هذيك لاماريناد، نقعد نقلب فيهم بيان حتى يتشربوا لنا هذيك لاماريناد. من بعد نروحوا نجيبوا لهنا بابي فيلم نتاع كينغ، راح نغطي به الاناء تاعي ونخليه على الاقل مده ساعه. قد ما خليتوه قد ما راح يعطيكم بنه اكثر واكثر. من جهه اخرى نحكي 4 حبات نتاع البطاطا، كميه ترجع حسب افراد العائله. قطعتهم شرائح، درت لهم شويه ملح وراح نقليهم. وجبت لهنا البابي ابسوربون نتاع كينغ، حطيته في الصحن. وهذيك البطاطا كما على بالكم تهز بزاف الزيت، نحطوها في ذاك البابي باش الزيت الزايده تروح لنا في ذاك البابي. نجيبوا سوتيز من جهه اخرى، نديروا فيها شويه تاع الزيت. الفخيضه تاعي بعد ما تماريناو مليح راح نحطوهم ونقعد نقلي فيهم، نقلبهم على الجهتين. لا ماريناد اللي بقات لي في الاناء زدت لها شويه تاع الماء، حوالي نص كاس فقط، وراح نصبها على هذاك الدجاج. ونقعد مره على مره نقلبهم حتى يتقلاو بيان. من بعد في الاخر نضيفوا حبه بصل، حبه طماطم قطعتهم عشوائيا، ونزيد نغطي عليهم. هما ايضا راح يزيدوا يطلقوا لنا هذوك السوائل. بعد ما طاب لي الدجاج راح نحيه، ولاصوص تاعنا راح نصفيها وما راح نرمي حتى حاجه. نروحوا نجيبوا هذه المقله اللي نقدروا نطيبوا فيها حتى في الفرن. عندي ايضا بابي كويسون هذا تاع كينغ اللي تلقاوه مقطع واجد ساجي قاضي حاجه. درت له شويه نتاع الزيت، حطيت البطاطا هي كطبقه اولى هذيك اللي قليتها. كما قلت لكم لاصوص تاعي صفيتها، هذيك الطماطم والبصله والتوابل ما رميتهمش لانه البنه كامل راهي ثم. حطيتها على البطاطا، حطيت ايضا دوك الفخيضات تاع الدجاج وسقيتهم بهذيك لاصوص نتاع الدجاج. ومن بعد درت لهم شويه زبده على الوجه، فوتهم الفرن، شعلت لهم من تحت ومن بعد شعلت لهم من الفوق، خذاو لون احمر، شبحتهم بشويه تاع المعدنوس. وشوفوا لي الدجاج جا طايب زبده. شيتكم بالصحه وصحه فطوركم.